مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اقول لكم في الفيديو ده اسهل طريقه لتلميع الفضه لعام 2023 و2024. اعملوا سبسكرايب وتعالوا بينا نشوف. ده اول حاجه السائل اللي انا بعمل عليه الفيديو. عامه السائل ده سائل من امريكا، ميد ان يو اس اي، اهو باين قوي. السائل ده بيلمع الفضة بطريقة الفضة الإيطالي بس، مش الفضة المصري ولا الفضة التركي، الفضة الإيطالي بس. بيلمعها بطريقة يا جماعة كأنها هترجع جديدة لنج، كأنك لسه شاري أنسيال جديد، أو كأنك لسه شارية حاجة جديدة، يعني شغل جديد. هتشوفوا دلوقتي هيعمل ايه. تمام. انا جايب حاجات فضة مأكسدة او مسودة عامة، مش مظهر اول حاجات، بس هو يعني بص انت شايفين الحلقة عامل ازاي، مسود ازاي. هو مسود اكتر من كده، بس هو عشان الكشاف بتاع الستاند في لمبة بس مديها كشاف جامد، فعشان كده مش مديها ان هو اسود قوي، بس في السودان جامد قوي. فالحاجات باين ان هي ايه، مسوده. تمام. نبتدي نجيب الحاجات اللي احنا هنعوزها معانا، الشيفت ده او ملقاط، انتوا لو بتسموه ملقاط، وجلافز او اي حاجه، يعني اي حاجه تتمسك في الايد نحط فيها ايدينا عشان ايدينا ما تتوسخش. بعد ما لبست الجلافز هفتح اول حاجه العلبه. بتطلع ريحه غريبه شويه كده، ريحه قريبه من ريحه البيض شويه. هنبتدي اول حاجه نجيب الحاجات الفضه دي نحطها فيها. هي بتبقى ليها ايه، حاجه كده ايد اللي هي المسيب بيها دي، نحط فيها ايه الفضه عامه بعيدها عن بعض، كل حاجه لوحدها اهي. تمام. وننزل، نسيبهم 10 ثواني او 20 ثانيه بكثير قوي. ممكن نسيبهم نعد كده شويه، ممكن نحضر لنا المناديل اللي احنا هنطلعها عليهم. نحط المناديل هنا. تمام. ممكن نحركهم شويه كده. وبعد ما طلعناهم سنهم تقريبا 10 ثواني او 20 ثانيه بالكثير قوي، نجيب الشيفت نمسك بيه الحاجات. الحلق، بصوا الحلق عامل ازاي يا جماعه، هيبان في الاخر. نحطه عامه في الميه عشان يتشفط. الحاجات كلها على طول في الميه عشان تنضف وتتشطف. تمام. نقفل العلبة. خلاص شكرا كده على العلبة. العلبة خدنا منها تقريبا دقيقة، أقل من دقيقة، نص دقيقة كمان أو ربع دقيقة. العلبة دي ممكن تقعد معانا يا جماعة سنة، سنتين، 3 سنين. وأنا كفاتح محل فضة، عندي محل فضة بستعملها كل شوية، كل يوم كل يوم. انتوا هتستخدموها في البيت لا خالص، ممكن مرة كل فين وفين. تمام. نبتدي بعد ما الحاجات شطفت نطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلعها نحطها على المناديل على طول عشان تنشف. تمام. بعد ما طلعنا كل حاجة نحط حاجات على جنب بقى. خلاص كده احنا مش عايزين جلافز، نقلعه. ننشف الحاجات كويس قوي بالمناديل. ممكن لو حد عنده فوطة بتاعت اللي هي النضارة او اي حاجة، يمسحهم مسحة كده تنشيفة كويسة بفوطة النضارة، اي فوطة ناعمة زي ما انا بمسحها كده الفوطة دي معايا. حلق مثلا لما كده ننشفه، حلق مثلا ننشفه كده. عامة الفوطة اللي انا بنشف بيها يا جماعة دي فوطة فوطة تنمية، بس بقالها فترة طويلة بتطلع الأكسدة السوداء دي عشان تلمع، تطلع الأسود اللي فيها عشان يلمع عامة.
فانت ممكن تستخدموا اي فوطه تانية، ما تقولش ان هي فوطه مش نضيفه، لا هي دي فوطه تلميع اصلا الفوطه اللي معايا دي. فانت ممكن اللي زيها يعني القريب منها اللي هي فوطه نضاره، حد يستعملها وينشفها كده كويس. اخر حاجه الكوليه ده، بننشف كوليه كويس او كمان. تمام. عايزين نبص بقى على الحاجات بعد ما اتلمعت. شيل المناديل. بصوا امثال بقى شكله عامل ازاي. مش عارف واضح ولا لا، بس هو يا جماعه بجد والله بيلمع جامد جامد جامد. بصوا حرق. عامه الحاجات دي كلها مصورها وهوريكم صورها حالا دلوقتي قبل وبعد. الكوليه، الانسير التاني المدلدل. بصوا ده شكله عامل ازاي. حاجات كلها فرقت جامد قوي يا جماعه، كلها دلوقتي هديكوا صورها دلوقتي وهعرض لكم صورها عشان تشوفوا الفرق بين قبل وبعد بقى عامل ازاي. انا قلت لكم العلبه دي اللي هي بتلمع بالسائل اللي فيها ده. العلبه دي ميد ان يو اس اي، معموله من امريكا، جايه من امريكا. العلبه دي فيها سائل بيلمع كل حاجه فضه. العلبه دي ممكن تلاقوها في امازون، او ممكن تلاقوها على اي مثلا موقع اجنبي. لو حد مش عارف يجيبها من هناك ممكن انا اجيبها له واوصلها له، مفيش مشكله. العلبه دي ب 500 جنيه، لو حد عايز يجيبها مفيش مشكله. لو لقوها في امازون ارخص شويه مفيش مشكله يجيبها برضو. انا بقول لكم العلبه دي عامه هتقعد معاكم سنه سنتين. انا قاعده معايا حتى الان ما شاء الله بقالها 4 شهور ولسه بستعملها. وانا بستعمل ازاي يا جماعه؟ انا بستعمل كل يوم او كل يومين بلمع، مش بلمع حاجه واحده، بلمع يجي 10 خواتم 20 خاتم 30 خاتم كميات. اما انتوا كنتوا بتلمعوا قطعه او قطعتين او 5 قطع مثلا كل يوم او كل مثلا مره في الاسبوع، هتقعد معاكم سنين. فالسائل ده يا جماعه والله كويس جدا. انا عن تجربه وانا وريتكم دلوقتي التجربه عامله ازاي. بكون افدتكم وقلت لكم على افضل حاجه تلمع الفضه الايطالي كلها، الايطالي بس. واي حد عنده سؤال او اي حاجه اكتبه في كومنت وانا هرد عليه على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا.